اهلا وسهلا الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه ان شاء الله يا ربي. فاليوم فيديو جديد، فيديو اللي فيه افاده كثيره وافاده مهمه بالخصوص في هذه الوقيته. هذه الوقيته هي افضل وقيته باش كنخزنوا هكذا الحويجات اللي كيكونوا رخاص، بحال المطيشه، بحال التفاح، بحال المهم غادي نوريكم ان شاء الله، نشارك معكم سلسله هكذا اللي تكون ديال التفريزات اولا ديال التخزينات اولا ديال بيت الخزين. فاليوم جبت لكم مطيشه غادي نديروها معلبه ان شاء الله يا ربي، وكذلك غادي نصايبوا منها مطيشه الحك. فنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش حبيباتي ما الضغط كذلك على زر الاشتراك اللي باقي ما اشتركتش معنا، فتنزل تحت وتشترك، فاهلا وسهلا بها. وكذلك اللي ما فعلش الجرس باش يوصلوا كل جديد فيدير الجرس باش هكذا كيوصلكم ديما الجديد. وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو او القناه مع الاهل والاحباب ديالكم. نبداو على بركه الله. فهنا خديت كميه ديال المطيشه، الكميه اللي قدرتوا انكم توفروها اهلا وسهلا، يعني ما كاينش واحد المقدار معين ديال المطيشه. فمطيشه انا هنايا خديت تقريبا 12 كيلو، فالكميه اللي قدرتوا انكم توفروها. فغادي نقسم هذيك الكميه على 4 ديال يعني هكذا 4 ديال الكميات. فكل شبيكه تقريبا فيها 3 كيلو ديال المطيشه. غادي ناخذ هنايا الملحه الحيه، غادي نمشيو عند العطار غادي نقولوا له عطينا الملحه الحيه ديال الاكل، يعني اللي تصلح اننا نطحنوها ونديروها في الاكل، اللي ما كتكونش هكذا يعني كتكون مزيانه نقيه. وكذلك الا لقينا فيها شي طين غادي نحيدوه، فكناخذوها كنغسلوها، والحاجه اللي فيها الطين نحيدوها كنخليوها صافيه غير الملحه بوحدها. فانا غسلتها هنايا وراني كنفيريفي هكذا اللي فيها الطين كنحيدها وكنخليوها كتستقطر فوق شي كارت هكذا باش غادي نطحنها، وبها غادي نطيبوا ان شاء الله مطيشه. علاش درنا الملحه الحيه؟ لان ما فيهاش اليود، وهذيك الطبقه اللي كتكون الفوق بيضه كتكون اما في مطيشه اولا في الزيتون ولا، فهذيك بسبب اليود. فملي كنديروا الملحه الحيه ما كتكونناش هذيك الطبقه هذيك. فهنا غادي نوريكم ان شاء الله يا ربي جميع المراحل بالتفصيل. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش هكذا ما تفوتكم حتى شي افاده، وغادي تنجح معكم مطيشه ان شاء الله يا ربي. انا راه كتبقى لي حتى العام وازيد، يعني حتى من السنه. راه باقي لي والله العظيم، باقي لي قراعي ديال المطيشه باقي من العام اللي داز وباقيه كيف ما هي، غير المهم الا تفتحات كتوضع في الثلاجه، يعني ما تبقاش على برا. اما هادو اللي كنوريكم هاد القراعي اللي غادي نخزنوهم دابا فكيبقاو على برا العام كامل، كتبقى مزيانه وزينه وصحيه وزوينه. فهنايا خديت الكميه الاولى ديال المطيشه، كما قلت لكم راه قسمتها على 4 ديال الكميات. فالكميه الاولى ديال المطيشه غادي ناخذها، غادي نقسمها غير هكذا على زوج، غادي نحيدوا لها هذيك النويره ديالها الفوقانيه صافي، وغادي نحيدوا منها الزريعه ونعصروا منها هذاك الماء ديال الزريعه ديالها، كنخليو غير لب ديال المطيشه. ما نعصروهاش حتى كنفركوها كامله، يعني واحد العصره هكذا خفيفه. كنحيدوا من هذيك الزريعه ديالها وكنحيدوا لها الا كاين هكذا شي بلاصه فيها مضروبه يعني ما صالحاش صافي. وغادي نلوحها في واحد الطنجره وغادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال الملحه الحيه مطحونه. سمحوا لي راه المقطع هذا نتاع اضافه الملحه تحذف لي صراحه ما لقيتوش، ما عرفتش يمكن ما تصورش في التليفون. المهم غادي كما قلت لكم نقيها كامله وغادي نضيف عليها معلقه ديال الملح الحيه وغادي نردوها طيب بدون بلا ما نديروا فيها لا ملح حتى شي حاجه، غير نحطوها على البوطه كنقصوا لها النار وكنخليوها راه راسها كتطلق الماء ديالها. وشفتوا كيفاش كتولي كتفصل هذيك الجلده ديالها على اللب ديال المطيشه. وحتى المطيشه نخليوها طيب واحد شويه يعني باش هكذا كتسطرى معنا صافي. غادي ناخذوا هاد الرحى البلديه ديالنا، اكيد البيوت المغربيه حتى وحده ما كتخطاها هاد الرحى هادي. فصراحه زوينه بزاف، سواء البيري ديال البطاطا ولا المطيشه ولا المهم زوينه تكون عندنا في الدار. فكناخذوا المطيشه اللي طيبنا وكنصفيوها من الماء ديالها وكنبداو كنطحنوها في هاد الرحى اليدويه هذه. علاش؟ لانها كتصفي لنا ديك القشره كامله ديال المطيشه وكتخلي لنا غير القلب ديال المطيشه، يعني غير اللب ديال المطيشه هو اللي غادي ناخذوه. فنكمل على هاد الكيفيه هذه كامله ونكملوا ان شاء الله يا ربي باقي الكيفيات.
من بعد ما ساليتها كامله رحيتها، فغادي ناخذوها. راه شفتوا كيفاش كتبقى مطيشه كلها ما شاء الله، يعني كتشهي غير هكذاك المنظر ديالها كيشهي. فغادي ناخذوها وغادي نردها في واحد الكميله هكذا اللي تكون صغيره وما كتلصقش، وغادي نردوها على النار كتغلى، غير تغلى واحد الغليه باش هكذا كتعقم لنا. ومنين نديروها في القراعي كنعقموها، فغادي نديرها غير تغلى واحد الغليه باش كطيب صافي. وكنبدا كنديرها في القراعي اللي كنت عقمتهم من قبل. القراعي كيفاش كنعقموهم؟ اما كنمسحوهم بشي منديل اللي يكون نقي بالخل، او لا كنديروا لهم الماء طايب بزاف، ولا نخليهم يغليو واحد الغليه في الماء طايب، يعني غير طلع معاهم الغليه كنحيدوهم وكنقلبوهم على شي زيف يكون نقي. من بعد ما عمرتها بمطيشه كيف ما قلت لكم، يعني نحيدوها من البوطه مباشره، كنخويوها في القريعات. راه شفتوا كيفاش كيطلع باقي منها الوفار ديالها، يعني تكون جد ساخنه. كنضيفوها هكذا في القراعي وغادي نسدوهم مزيان. قراعي يكونوا عندنا يعني كيتسدوا مزيان، ما تكونش شي قرعه مرخوفه ولا باش هكذا ما يدخلهمش الهواء صافي. وكنقلبوها مباشره على الغطاء ديالها حتى كتبرد ان شاء الله يا ربي. عاد غادي نوقفوها نيشان. شفتوا الكيفيه؟ راه كنظن الشرح واضح وحتى الفيديو راه واضح. القراعي ماشي مهم شنو نستعملوا، المهم يكونوا قراعي ديال الزاج معقمين والغطايات ديالهم ما يكونش فيهم الصدى واللي كان عندنا نستعملوه. يعني قراعي انا هادو اللي كيبقاو لي من مطيشه اولا من كونفيتور ولا، فكنستعملهم صراحه. كينفعوا بالنسبه للناس اللي قادرين انهم يشريو قراعي هكذا شكلا زوينين والاخر، فطبيعه الحال الله يسر الامور للجميع. فانا كنستعمل غير المتوفر عندي دائما. ما نرهقوش نفوسنا في الحويجات هكذا اللي يفيدونا في الدار، يعني ماشي ضروري حتى يتوفروا عندي قراعي اللي كيكونوا كيف عاد باش غادي نوفر الحاجه او لا نهيئ واحد الحاجه. فاللي كان يعني نستعملوه راه نسهلوا الامور على راسنا. بالنسبه للمطيشه الثانيه واللي هي مطيشه الحك، هذه كتجي رائعه يعني عن تجربه والله العظيم. انا ما كتخطانيش، كتجي فنه وكتعطي اللون واحسن بكثير من مطيشه الحك. حاجه اللي صحيه واللون ديالها صحي. فغادي نحتاجو كميه من المطيشه، غادي نحتاجو كميه من الكرافس يعني تقريبا 3 كيلو. راه درت لها واحد الربطه ديال الكرافس. غادي نحتاجو واحد البربه حبه كبيره اللي تكون حمراء وزوينه، ما تكونش هكذا بيضه ولا فيها الخيوط. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الملحه الحيه. الملحه الحيه ديك اللي وريتكم راه مطحونه. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السمن يكون بلدي ويكون صافي وتكون الريحه ديالو يعني هكذا زوينه، ما يكونش غير زبده وصافي ولا جديد باقي يلا درناه جديد. فلا غادي نحتاجو معلقه ديال السمن اللي تكون ماشي السمن الحايل اولا الحار. غادي نحتاج معلقه ديال السمن اللي يكون السمن زوين اللي كنستعملوه في كسكسو. نفس الطريقه غادي ناخذوا مطيشه. راه شفتوا شحال جبعت ديال الزريعه ما شاء الله. غادي ناخذوا مطيشه، غادي نديروا لها نفس الطريقه، نحيدوا من هذيك الزريعه ديالها كامله، يعني نحيدوا منها الماء والزريعه باش كنحتفظوا غير بداك اللب ديالها. وغادي نضيفوا عليها باقي المقادير. بعد ما سالينا مطيشه ديالنا كامله صفيناها من الزريعه، فكناخذ هذيك الحبه ديال البربه اولا ممكن نستعملوا زوج، يعني ماشي مشكل، راه الكميه واضحه وباينه. فغادي ناخذ هذيك الحبه ديال البربه غادي نضيفها. غادي ناخذ الكرافس اللي عندي هنا الكرافس صراحه زوين بزاف وطري وجديد وغليظ. فغادي نقطعه هكذا غير تقطيع عشوائي، ماشي ضروري اننا نقطعوه يعني رقيق ومقاد، راه كلشي غادي يتطحن في الاخير. وكنضيفو هكا على هذيك المطيشه وعلى البربه. فانا غادي نضيف لها 2 معالق ديال الملحه الحيه هكذا مطحونه. الا ما توفرت لكمش الملحه الحيه فممكن انكم تستعملوا الملحه ديال الهيمالايا او ديك الحمراء، راه كتباع في الاسواق هكا لي سوبر مارشي الاسواق الكبيره، فممكن انكم تستعملوها حتى هي. هنا من بعد ما غلت مطيشه راه ما ضفنا ولا قطره ديال الماء، راه مطيشه راسها كتطلق الماء. فهنا غادي يعني راسها كتطلق الماء وكطيب في هذيك الباربه مزيان. من بعد ما طابت ماشي مشكل، راه كلشي كيتطحن وداك الكرافس حتى هو طاب مزيان. شفتوا اللون ديالها كيفاش كيرجع؟ صراحه اللون زوين بزاف. راه هنايا كنوريكم اللون باش هكذا تعرفوا باللي راه ما غاديش نحتاجوا اننا نضيفوا مثلا ملون طعام ولا مطيشه ضروري ان خصها تكون طايبه وحمراء بزاف. فكيف ما كانت مطيشه نستعملوها ماشي مشكل. غادي ناخذ هنايا الميكسور غادي نطحنها كامله، يعني غادي نطحنوها عادي حتى تطحن ديك القشره ديالها وتطحن هذاك الكرافس مزيان. فالريحه ديالها ما نقول لكمش منين كتبقى هكذا، منين كتكون كطيب
الريحه ديالها كترجعنا للذكريات ديال الزمن الجميل. والله العظيم البنات غير جربوها، واحد الريحه رائعه. فانا كنعقل ملي كنا صغار كان الوالد ديالي الله يحفظه كيجيب المطيشه يعني بكميه كبيره، صندوق اولا زوج، وكنتعاونوا عليه باش هكذا كنوجدوها لرمضان، لان دائما كيكون واحد الموسم تاع مطيشه كتكون فيه كثير، ومطيشه كتكون رخيصه، كانت بدرهم كانت باقل، وكانت يعني كتكون زوينه وحمراء. فكتوصيه الوالده يجيب لها مطيشه وكنتعاونوا عليها، وكنجلسوا داك النهار كامل كنقيو في مطيشه ونطيبوها، ومن بعد ما كنساليوها طيب كتبرد كتخزنها الام ديالي في القراعي هذوك ديال الزيت، دوك البويض، ما بغيتش نذكر الاسم ديال الشركه، ولكن كانوا قدام كيديروا فيهم الحليب، يديروا فيهم، المهم هما كانوا ديال الزيت في الاصل، ولكن كيخزنوا فيهم هما اللبن والحليب وكلشي كيديروا فيهم. وكانت كتخزنهم تما وكتغطيها بالزيت وكتخليها. الصراحه ديال الله مني كانت كدير بها الحريره المذاق ديالها رائع. كيجي مذاق ديال الحموضه مع ديك الحموره، كيجي صراحه كانت الحريره ديالها كتشم من راس الدرب. شكون بحالنا يخليوها لنا في التعاليق هكذا نشوفوا واش غير بوحدي اللي بقيت من الزمن الجميل. فالمهم من بعد ما طحنا هذيك مطيشه خديتها وضفت لها ديك المعلقه ديال السمن، ورجعتها غير داب عليها داك السمن صافي، وغادي ناخذها نصفيها كامله. هاد المطيشه ديال الحك غادي فيها شويه ديال الخدمه، ويمكن يجيكم الفيديو طويل، ولكن راها يعني كتستاهل صراحه. اي حاجه زوينه كتستاهل اننا نتعبوا عليها. فغادي نرجعها فوق البوطه، هنا جاتني باقي خفيفه، غادي نرجعها فوق البوطه باش هكذا كتعطيني واحد كي غادي نقول واحد التركيز، يعني تكون مركزه ديال بصح تكون زوينه. غادي نرجعها فوق البوطه وغادي نصفي منها هذيك الرغوه كامله. شفتوا اللون ديالها ما شاء الله، اللون كيجي زوين بزاف، والريحه ما نقول لكمش. تمنيت ان الفيديو يوصل لكم الريحه ديال المطيشه مع الكرافس مع داك السمن، والله العظيم الريحه كتكون رائعه. صافي هنايا ما نخليوهاش يعني تتلصق، ولا نديروها دائما في اناء اللي يكون ما يلصقش. انا هنايا درتها في كوكوط، فنبقاو مره كنحركوها، وبطبيعه الحال نخليوها هكذا حتى كتبقى تبقبق. وضروري غتوسخ لكم البوطه، يتوسخ المحيط، لان كتبقى راه صورت لكم يعني كتبقى دير دوك الفقاعات كيطرطشوا مع الجناب. هنا من بعد ما المطيشه ديالنا تصفات من ديك الرغوه ديالها كامله، فخديتها وغادي نديرها لكم الاختيار. انا هنا غادي نعطيكم جوج ديال الكيفيات باش تخزنوها بهم، وانتم كتبقاو هذا فقط يعني للتزيين والتجديد. فانا خديت هنا المول ديال السيليكون، غادي نخوي فيه هكذا باش منين نبغي كنجبد غير واحد الوريضه ولا واحد المكعب منها وصافي. ف كنخويو هكذا في المول كامل ديال السيليكون. واللي ما عندوش كيستعمل الكيفيه الثانيه راه وريتكم. كناخذوا واحد البلاطو وكنسرحوا فيه هكذا واحد البلاستيك غذائي ولا واحد البلاستيكه بيضاء، وكنخويو فيه هاد مطيشه كامله. ومنين كتبدا يعني كتشد فراسها كنحطوها في المجمد، منين تبدا تشد فراسها فكنقطعوها مربعات حتى هي راه كتجي مزيانه. يعني ماشي بالضروره اننا نحطوها في ديمول ديال السيليكون ولا في شي قوالب، راه ماشي مشكل، ممكن نحطوها كذلك في قوالب ديال الثلج. فكل شيء كاين. ماشي مشكل، يعني فين ما درتوها راه هو هذاك كل شيء صالح. ودائما الغايه ماشي هي الافتخار بالاواني، او لا الا ما عنديش داك الانيه راه ما غاديش ندير. لا، كل شيء كاين وكل شيء باش ما طلع اننا نقضيو الاغراض ديالنا راه ربي سهلها علينا، يعني ماشي مشكل. كل شيء ما شاء الله دابا راه عنده البلاطويات وكاين بلاستيك، فنديروها بهذه الطريقه راه سهلتها عليكم. كنخليوها حتى كتشد راسها وكنقطعوها مربعات. هنايا بالنسبه للمطيشه المتبقيه فانا غادي ناخذها، غادي غير نقطعها مربعات، ما غادي نصفيها ما حتى شي حاجه. غادي ناخذها هكذا نقسمها على 4، نقي لها غير ديك النواره ديالها، وغادي نقطعها هكذا على 4 ولا على 5. يعني المهم ماشي مشكل، حيتاش غادي غير نطحنها ونجمدها. يعني ما غاديش نحتاج انني لا نطيبها لا حتى شي حاجه. ها هي واحد الكيفيه سهله باش ما تقولوش راني صعبت عليكم في الاول، ها اللي نرحيوها اللي نرجعوها طيب 2 المرات. فهذه طريقه سهله. غادي ناخذوها نقطعوها هكا، وغادي ناخذها نطحنها في الميكسور او عادي، يعني نطحنها في
المولينيكس عادي جدا. كنضيف لها واحد شويه ديال الماء وغادي نطحنها وغادي نخزنها في بلاستيك غذائي اولا في دوك لي بواط جوطابل اللي كيتباعوا بدرهم البواطه كنظن، حيت انا كنجيب بزاف يعني ما عرفتش صراحه شحال كيدير الحبه. فغادي ناخدها ونطحنها كيف ما قلت لكم وغادي نخزنها في بلاستيك الغذائي في الكونجيلاتور. هذه كنحتاجوها هكذا منين كنبغيو نديرو لي بات اولا نديرو بركوكاش، ولا صراحه راه كتجي زوينه، اولا بطبيعه الحال منين نبغيوها نحتاجوها في شي وصفه اللي كتحتاج مطيشه بحال كراتان ولا راه المهم كتبقى عندنا مطيشه مخزنه الوقيته اللي بغينا، كتبقى في كونجيلاتور كتبقى ممتازه. فغادي نكمل انا نطحن هاد المطيشه كامله اللي عندي وغادي ندوزو مع الكيفيه الرابعه والاخيره. كما قلت لكم بعد ما ساليت الكميه كامله فكناخذ هذا المحقن هذا اولا هاد الدواز وغادي هكذا كنشوف الكميه اللي انا محتاجه وغادي نعمرهم في بلاستيكات ونخزنهم. هذه كاسهل طريقه. بالنسبه اللي ما بغاوش يديروا هذا البلاستيك فيديروا البواطات هذوك جوطابل اللي كنحطوا فيهم مثلا شباكيه، ولا راه كاين الاحجام مختلفه، الحجم اللي بغيتو كتاخذوه وكتعمروا فيه القياس اللي بغيتوه ديال المطيشه باش هكذا يزيد حتى ترطيب شي شويه في الكونجيلاتور. وغادي نحتفظوا بها الوقيته اللي بغينا. كنجبدوا واحد الساشيه اولا واحد البواطه وكنستعملوها، راها كتكون يعني زوينه وسهله، ما كتحتاجش منا شي مجهود كبير. هذه اضعف الايمان اولا ابسط حاجه ممكن اننا نديروها باش هكذا كنحتفظوا بمطيشه مده طويله هي هذه، يعني ناخذوا مطيشه وكنطحنوها ونخزنوها عندنا منين نبغيوها غادي نلقاوها موجوده، ما كنضربوش معها تماره. بالنسبه لهاد المطيشه الاخيره فهي مطيشه ديال البيتزا. فهنايا غادي ناخذها، كناخذ واحد البصيله كبيره اولا زوج يكونوا صغار، كناخذ غير نقطعهم هكذا بشكل عشوائي، يعني ماشي مشكل يكونوا غلاض ولا. وغادي ناخذ مطيشه نفس الشيء غادي نقطعها هكذا بشكل عشوائي، كنحيد منها هذيك النواره ديالها وكنقطعها وكنستفها في واحد الطبق اولا في واحد الصينيه اللي غادي تدخل للفران. فكنقطعوها وحتى هذه نفس الشيء، ما تحتاجش اننا نحيدوا لها الزريعه ولا، راه كلشي ديالها صالح يعني بالقشره بزريعه ماشي مشكل، لان غادي مازال حتى هي نطحنوها وغادي طيب مزيان. فغادي ناخذ هنايا نضيفوا لها واحد 2 معالق كبار هكذا ديال الزيت في كل لاطه، ولا درتو غير طاوه وحده اللي كتكون كبيره فنضيفوا حتى ل4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون باش هكذا كتعطينا داك لوغو ديال البيتزا ولوغو ديال صلصه البيتزا. فصراحه هاد المطيشه كتجي فنه، يعني حتى الاطفال كتعجبهم، ولو غير مثلا نديروا الفريت ولا شي حاجه ونديروا مع هاد المطيشه ونهرسوا لهم عليها البيض كتجي واعره بزاف، كتجي بنينه. فغادي نضيف عليها كذلك حتى هي الملحه الحيه، لان كما قلت لكم الملحه الحيه صالحه للتخزين يعني على المدى الطويل، وحتى هي راه فيها فوائد كثيره الملحه الحيه. فقط هي الماده ديال اليود اللي كتكون ناقصه منها شي شويه، فراه حنا كناخذوها في حوايج اخرين. غادي نضيف عليها كما قلت لكم الملحه والزيت صافي، وغادي نديروها في الفران. من بعد ما تشوات شفتوا الشكل ديالها، وصراحه الريحه تاعي ديالها كتجي فنه، كتجي فيها داك المذاق ديال يعني الدخان، كتجي صراحه مزوينه داك المذاق ديال الشوي. غادي نديرها في هكذا في مولينيكس، في غرف ديال مولينيكس ولا في الطحانه ديالكم، وكنبدا كنطحنها. من بعد ما كنسالي غادي نخويها في شي اناء هكذا اللي غادي نرجعوه فيه على النار، اما كاسرونه اولا شي كاميله هكذا اللي تكون ما كتلصقش حتى هي، وغادي يعني نحطوها على البوطه. فهنا غادي نكمل معكم الكميه كامله، راني كنسرع شي شويه الفيديوهات باش ما يجيكمش طويل، وانا حاولت ما امكن انني نصور لكم جميع الخطوات باش هكذا تستافدوا من مطيشه، يعني حتى شي حاجه ما تكون فلتت لكم. يعني كنصور صراحه خدا مني هذا الفيديو مجهود كبير ومجهود طويل باش غادي نصور لكم بادق التفاصيل. من بعد ما طحنتها كامله فكنضيف لها 2 وريقات ديال ورق الرند ولا ورقه سيدنا موسى، كنزيدوا لها واحد الكميه من زيت الزيتون، تقريبا واحد 4 كاس
بالنسبه لهاد الكميه اللي عندي. نتوما كتبقاو الا درتو غير كيلو راه كنضيفوا ليه غير واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر اللي نكونوا نقينا منه هادوك العواد اللي كيكونوا فيه، يعني غير نخليو غير الوريقات ديال الزعتر صافي. وغادي نرجعها فوق النار حتى تغلى حتى هي. علاش كندير لها هاد الغليان؟ باش تكون معقمه، يعني من نديروها في القراعي ما تفسدش معنا صافي. نفس الشيء حتى هي القراعي عندي معقمين، فغادي نخويها في القراعي وكنقلبوهم مباشره على الغطا ديالهم، يعني ما نخليوهمش واقفين نورمال، كنقلبوهم على الغطا ديالهم باش هكذا كتعقم. وحتى الغطا راه ملي كتبغيو تحاولوا انكم تفتحوه راه كيكون محكم الاغلاق، يعني ما كيتفتحش الا حاولتوا تفتحوه، يعني بحال كيف ما كنفتحوا كونفيتور اول مره او لما طيش الحك اول مره، فنفس الشيء. غادي نكمل حتى هي نعمرو كل شيء كما قلت لكم، وكنخليوهم هكذا حتى كيبردوا، عاد كنرجعوهم عاديين. هذا هو الشكل النهائي ديال المطيشه ديالنا. فانا ما صورتش معكم الكميه كامله صراحه لان خدمني شي شويه ديال المجهود، وما صورتوش يعني الفيديو النهائي ما صورتوش في نفس النهار لان كان مشى الحال والاضاءه ما عنديش زوينه بالليل، فصافي يعني ما صورتوش حتى كما قلت لكم حتى النهار باش هكذا كيبان لكم الفيديو مزيان. فمطيشه ديال الحريره هي هذه، ومطيشه ديال البيتزا هي هذه اللي فيها الزعتر. بالنسبه للمطيشه اللي طحنتها عادي فهي هذيك اللي في البواطات وفي البلاستيكات، راه يعني كتبقى معنا حتى هي المده اللي بغينا، وكتسهل علينا المأموريه في بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لمطيشه الحك فعلى حساب الكميه ديال الحريره اللي كتستعملوا، يعني بغيتو الحريره تجيكم حمراء بزاف كناخذ مثلا 2 أو 3 المكعبات، بغيتو الحريره تجيكم عاديه يعني ما كتكونش حمراء بزاف كنستعملوا غير واحد راه كافي، وكتجي المذاق ديالها كيجي رائع، كتجي فيها ديك الريحه ديال السمن وديال الكرافس، والله العظيم كتجي فنه. ممكن ماشي اننا نستعملوها غير في الحريره، ممكن نستعملوها في لي بات، نستعملوها في اي حاجه كنحتاجوا فيها مطيشه الحوك، الطواجن ديال الحوت كتجي فنه. البنات غير جربوها وتيقوني راه كتجي سهله. ونوضه صاحبتي بارك عليكم العجز راه صراحه ما كاين ما سهل من هذا الشيء هذا. مطيشه رخيصه وكل شيء موجود ما شاء الله، يعني خاصنا غير شي شويه ديال الحداقه وشويه ديال الشطاره وانا هاني سهلتها عليك. هنايا راه عطيتك الكيفيات اللي يجلسوا معاك العام كامل. كتبقى عندك مطيشه الحوك، تبقى عندك يعني اللي قلبتي عليها تلقاها موفره في دارك وصحيه وحاجه اللي مخدومه على يدك، فما بقى عندك حتى شي عذر باش انك تقولي لا هذيك غاليه ولا هذيك صعيبه عليا، ولا راه غير شي شويه ديال الحداقه. والمغربيات ما شاء الله عليهم ما محتاجينهاش، راه ما شاء الله كل شيء حادقات وكل شيء تبارك الله عليكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش حبيباتي من البارطاج ومن الاشتراك اللي باقي ما انضماتش للاسره ديالنا، فمرحبا بها كما قلت لكم كنجدوا بها الترحيب، اهلا وسهلا. وهكذا باش بطبيعه الحال ضغط على زر الاعجاب باش كتعاونوني والفيديو كيطلع اكثر والمشاهده كتكون اكثر، هكذا باش حتى انا نتشجع انني نستمر معكم ان شاء الله يا ربي. شكرا حبيباتي.